ليه مخك بيحاربك لما تحاول تتغير، وازاي نكسر الخوارزمية الدفاعية The Defense Algorithm Break Down؟ عمرك لاحظت انك اول ما تقرر تتغير تحس انك فجأة اتعقدت، بدأت تتكسل، خفت، تراجعت او حسيت ان الموضوع اكبر منك؟ الغريب ده بيحصل مش لما تكون ضعيف، لكن لما تكون قريب جدا من نقطة التحول. والاغرب ان اللي بيحاربك مش الظروف، مش الناس، مش الفشل. اللي بيحاربك هو مخك نفسه. اسمع للنهاية، لأنك النهاردة هتفهم أخطر خوارزمية عقلية بتحكم حياتك، الخوارزمية الدفاعية The Defensive Algorithm، وهتعرف إزاي تكسرها وتفتح نسخة تانية من دماغك. الصدمة الأولى، مخك ضدك مش معاك. الإنسان بيصدق كذبة كبيرة، إن العقل موجود علشان يخليك تنجح، يتطور، يبقى غني، يبقى شجاع. لكن الحقيقة العقل مش معمول للنجاح، العقل معمول للبقاء، وده سر اللعبة. العقل مش بيحاربك عشان تفضل فقير أو ضعيف، العقل بيحاربك عشان ما يتأكدش من إن التغيير ده آمن، فبيفضل يحافظ على الوضع الحالي حتى لو الوضع ده بائس. ليه؟ لأن بالنسبة للعقل المعروف بيساوي أمان، والمجهول بيساوي خطر، حتى لو المجهول ده ممكن يكون ترقية، نجاح، فلوس، أو حتى منصب، أو حتى حياة أحسن، أو كمان علاقة محترمة، أو مشروع كبير. العقل مش بيسألك هو ده مفيد، العقل بيسألك هو ده مختلف؟ ولو مختلف يبقى خطر. خليني أعرفك أكبر عدو في حياتك، الخوارزمية الدفاعية، الديفنسيف الجوريزم. ده برنامج واقف جوه عقلك بيعمل اللي هقولك عليه ده. واحد، بيمنعك تاخد خطوة جديدة، بيعطل أي عادة جديدة، بيزود الخوف قبل أي قرار مهم، بيخلي مستواك يثبت، يخوفك من النجاح، يخليك ترجع لنقطة الراحة كل مرة. وده مش لأنك ضعيف، لأ، ده لأنك مبني كده كبيولوجيا. مخ الإنسان تطور آلاف السنين عشان يحميك من الأسد، من الضباع، من الخوف، من الصيد، وكمان من الموت. مش علشان يحميك من الفشل في مشروع، تغيير وظيفة، ترقية، قرار سفر، أو إنك تبدأ قناة يوتيوب، أو مواجهة الناس. العقل اتبنى لنوع تاني من المخاطر، عشان كده بيبالغ وبيحارب. تعال أقول لك على 3 صفارات إنذار بيطلقها مخك قبل أي تغيير. أول ما تبدأ تدخل على منطقة مختلفة، المخ بيطلق 3 دفاعات. 1، الخوف، مش خوف طبيعي، ده خوف مضخم. الخوارزمية الدفاعية تكبر أي خطوة 10 مرات. 2، التأجيل، كل ما تنوي تبدأ تتفاجئ إنك نايم، زهقان، مشغول، مش جاهز. 3، المنطق الزايف، دماغك يبدأ يخترع أعذار تبدو منطقية. مش وقته، مش جاهز، أنا مش قدها، دي مخاطرة، طب بص هبدأ بعد العيد. وكل ده مش رأيك أنت، ده رأي النظام الدفاعي اللي موجود جوه عقلك. أكبر خدعة، العقل يخاف من النجاح أكتر من الفشل، وده أخطر حاجة ممكن تفهمها في حياتك كلها. العقل مرتاح مع الفشل لأنه متعود عليه، لكن النجاح ده منطقة مجهولة، ومنطقة المجهول بتساوي خطر. عشان كده أول ما تبدأ تجتهد عقلك يحاربك، أول ما شهر يجري منك من غير ما تحقق هدفك يكسرك، أول ما تلاقي نفسك قربت توصل للي انت عايزه يخلق لك فوبيا، عذر، مشكلة، ضغط، ارتباك. العقل شايف ان النجاح بيساوي تغيير كامل في الهوية، والتغيير ده كبير عليه. الخطأ بقى اللي بيوقع الناس في الفخ، الناس بتحارب الخوف، بتحارب التأجيل، بتحارب الإعذار، لكن الحقيقة دي كلها نتائج مش أصل المشكلة. الأصل هو الخوارزمية الدفاعية اللي شغالة في الخلفية. لو ما كسرتش الخوارزمية نفسها هتفضل حياتك خطوة قدام، خطوتين لورا، إنجاز بسيط، فشل كبير، محاولات كتير، نتائج قليلة. وده اللي مخلي ناس كتير نفسها تتغير ومش قادرة، مش لأنهم ضعاف، لأن النظام اللي بيحركهم أقوى منهم. إزاي نكسر الخوارزمية الدفاعية؟ هنا بقى هندخل هندسة العقل اللي عمرك ما سمعتها في أي قناة عربية.
الطريقة مش إنك تقاوم العقل، الطريقة إنك تضحك على العقل وتقنع النظام الدفاعي إن التغيير مش خطر. إزاي؟ هديك 4 تقنيات هندسية. 1. تقنية التجزئة مايكرو تشينج انجكشن. العقل بيخاف من التغيير الكبير، لكن التغيير الصغير بيعدي. مثلا عايز تبدأ جيم، ابدأ ب5 دقايق. عايز تبدأ مشروع، ابدأ بصفحة واحدة. عايز تبدأ قناة، ابدأ بفيديو بسيط. أول ما العقل يحس إن التغيير صغير يبطل يقاوم. 2. تقنية خفض المقاومة Resistance Minimization. اسأل نفسك إيه الجزء اللي عقلي خايف منه، وابدأ في الجزء الأقل خوفا. بدل ما تبدأ القفزة كلها ابدأ بترج صغير. ده بيخدع الخوارزمية الدفاعية. 3. تقنية إعادة تسمية الخوف Fear Recode. تعمل ريكود لأي خوف وتحوله لإشارة مش تهديد. مثلا الخوف بيساوي دليل إنك قريب من التغيير مش بعيد عنه. من اللحظة دي كل ما تحس بخوف افهم إنك لمست الحد الحقيقي للهوية الحالية وإنك داخل على النسخة الجديدة. 4. تقنية التطبيع مع عدم الراحة Discomfort Training. العقل بيحارب التغيير لأنه شايفه مؤلم، لكن لو دربت دماغك تتحمل نسبة صغيرة من عدم الراحة الخوارزمية تتكسر. مثال: اصحى بدري، اشتغل 30 دقيقة زيادة، امشي 10 دقايق. وهقول لك خطوة اجتماعية، دردشة يعني مع شخص جديد، تحدي بسيط كل يوم كده. انت كده بتعلم مخك ان الألم بيساوي عادي، وبكده النظام الدفاعي بيفقد قوته. أهم مفاجأة النقطة اللي فيها أكبر مقاومة هي نقطة التحول الفعلية. لحظة ما تلاقي نفسك خايف جدا، متردد جدا، عقلك بيخترع 1000 عذر، جسمك تقيل، روحك مكتئبة من غير سبب، ضغط نفسي غريب، اعرف انك مش في آخر الطريق، لا، انت في أول الطريق الحقيقي. ده المكان اللي المخ بيحس ان نسختك الجديدة قربت ومش عايزة تخرج. كل مقاومة عقلية جديدة وراها نقلة في الشخصية. خلاصة الهندسة البشرية، مفيش حد حياته اتغيرت لأنه اتفرج على فيديو، ولا لأنه اتشجع يومين، ولا لأنه قرأ كتاب تطوير ذات. الحياة بتتغير لما تتغير الخوارزمية اللي بتحركك. والنهاردة انت أخدت أول خطوة حقيقية وفهمت إن الخوف مش انت، التأجيل مش انت، الأعذار مش انت، التوتر مش انت. دي كلها برامج دفاعية اتكتبت جواك زمان وأصبحت الوضع الافتراضي. لكن دلوقتي انت مش مجرد إنسان بيفهم، انت بقيت مستخدم واعي لدماغه، وفهمت انك تقدر تعمل Human Reprogramming، إعادة برمجة الإنسان. بداية من اللحظة دي انت مش نسخة من الماضي، انت مشروع نسخة جديدة، نسخة هجومية، نسخة مش بتخاف، نسخة مكسرة الخوارزمية الدفاعية للأبد. أنا رائد الأفكار، المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي، ومهمتي إن أفك الشفرات اللي محدش قدر يلمسها، شفرات العقل، شفرات الهوية، شفرات النجاح، شفرات الفشل، وشفرة أهم خوارزمية، الخوارزمية الدفاعية. سلام.